بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناتكم هلا مدريد، وهذه هي أبرز أخبار ريال مدريد في هذه الحلقة. صفقة بيلينغهام أغلى مما كنا نعتقد، رئيس دورتموند يكشف عن الرقم الحقيقي. مارسيلو يصدم الجميع بالاحتفال بفرحة جود بيلينغهام بعد تسجيله لفريق فلومينينسي. استبعاد الشوالي من نهائي أبطال أوروبا. بيلينغهام يعلنها صراحة قبل وصول مبابي، عاجل وبخبر صار. ريال مدريد يستعد للتعاقد مع مبابي. مارسيلو يكشف عن نتيجة مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند قبل الموعد. الخوف فقط من الله. روديغر يواجه نهائي دوري الأبطال بدون خوف. كيليان مبابي يحدد الدوري الرائع الذي يريد اللعب فيه بعد ريال مدريد. مبابي يغادر حديقة الأمراء والخليفي يعلق. عمر يناهز 39 عاما ولا يزال الأفضل. جائزة الحذاء الذهبي الجديدة لكريستيانو رونالدو. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الأعزاء محبي النادي الملكي، مرحبا بكم في قناتكم هلا مدريد. نأمل ألا تغفلوا عن النقر على زر الإعجاب، إذ يسعدنا دعمكم ويشجعنا على تقديم محتوى أفضل لكم. كما ننصحكم بتفعيل زر الجرس ليصلكم جميع إشعاراتنا الجديدة. لا تنسوا كتابة هلا مدريد في التعليقات. شكرا لكم. أعرب جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد الإنجليزي عن حماسه الشديد لانتقال نجم باريس السابق كيليان مبابي. وتحدث بيلينغهام البالغ من العمر 20 عاما عن تأثير مبابي المحتمل على ريال مدريد، مؤكدا أن انضمام النجم الفرنسي سيحدث ثورة حقيقية في الفريق. يرى بيلينغهام أن مبابي بفضل قدراته الاستثنائية سيشكل ثنائيا مرعبا مع زميله في خط الهجوم فينيسيوس جونيور، مما سيشكل تهديدا كبيرا لجميع الفرق في أوروبا. متابعي النادي الملكي، ها هو الخبر الذي انتظرتموه بفارغ الصبر. ففي تطور مثير، تلقى الفريق الأول لكرة القدم في ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز خبرا سعيدا بشأن صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وفقا لما نشرته تقارير صحفية اليوم، بعدما أعلن هداف باريس سان جيرمان رغبته في خوض تحدي جديد بعيدا عن فرنسا. وبالتزامن مع نهاية عقده مع النادي الباريسي، يبدو أن الأمور تسير نحو النهاية المثالية، حيث أكدت مصادر موثوقة أن إدارة باريس قد أعطت الضوء الأخضر لمبابي للكشف عن وجهته المقبلة. والمثير أكثر أن الإعلان الرسمي عن وجهة مبابي المقبلة من المتوقع أن يكون قبل انطلاق بطولة يورو 2024، مما يزيد من حماسنا وشغفنا لرؤية النجم الشاب يرتدي قميص الميرينغي ويلعب على أرض ملعب سانتياغو برنابيو. هل يكون هذا الصيف مليئا بالمفاجآت والانتصارات للنادي الملكي؟ لننتظر ونرى. في حديثنا الصريح مع TNT سبورت برازيل، شارك النجم السابق لريال مدريد مارسيلو فييرا توقعاته لنهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيقام في ويمبلي بعد يومين فقط. طبيعيا يدعم البرازيلي ريال مدريد للفوز على دورتموند، حتى أنه أعلن نتيجة المباراة بالتحديد. قال بثقة للصحفي: أريد فوزا هادئا مثل 3-0، سيسجل توني كروس ولوكا مودريتش وفينيسيوس. يوم الأحد سنرى ما إذا كان مارسيلو يعتمد على حاسة سادسة أم مجرد أمل. أدلى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بتصريح حار حول قرار النجم كيليان مبابي بالرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد مبابي هداف الفريق الباريسي أنه سيغادر حديقة الأمراء بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده الرسمي. وفي تصريحاته قال الخليفي: أتمنى لمبابي الأفضل، لقد قدم لنا الكثير من الإنجازات وأنا فخور به. من يعلم، ربما يعود يوما ما إلى فرنسا. أفهم طموحاته ورغبته في خوض تجربة جديدة في فريق ودوري آخر، وله الحق في ذلك. تجدر الإشارة إلى أن مبابي قد وقع على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة قبل يورو 2024. حقق كريستيانو رونالدو التاريخ مرة أخرى. لقد سجل النجم البرتغالي الشهير 35 هدفا مذهلا في 31 مباراة بالدوري مع النصر، ليحصل على جائزة الحذاء الذهبي السادسة في مسيرته، فهو الوحيد الذي فعلها على الإطلاق في 4 بطولات مختلفة. تم تسليم كريستيانو يوم الأربعاء جائزته المستحقة. كما قال كريستيانو ذات مرة إنه لا يتابع الأرقام القياسية،
الأرقام القياسية تتبعه حتى في سن 39. لا يزال الأمر كذلك، لا مثيل لطول عمره وشغفه بالأهداف والانتصارات. يستعد ريال مدريد وبروسيا دورتموند لمواجهة بعضهما البعض في غضون يومين لتحديد الفائز بدوري أبطال أوروبا. واجه الفريقان سابقا في هذا الموسم قضية مشتركة، وهي قضية جود بيلينغهام. خضع لاعب خط الوسط الإنجليزي الذي كان ينتمي للنادي الألماني من عام 2020 إلى عام 2023 لمفاوضات طويلة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد. وقع النجم البالغ من العمر 19 عاما عقدا حتى عام 2029 مقابل مبلغ يقارب ب 103 مليون يورو. لكن اليوم يكشف هانز يواكيم واتسكا رئيس بروسيا دورتموند أن السعر أعلى بكثير، أكثر بكثير من 103 مليون يورو التي تم نشرها في الصحافة. وقال لصحيفة آصل إسبانيا: إذا كان هناك 103 مليون فقط لكنا تفاوضنا بشكل سيء، لكن لا، هذا ليس عزاء، لأن لاعبين مثل جود وإيرلينغ لم يتركا بصمة كروية فقط في دورتموند. هذان طفلان نقدرهما كثيرا هنا، لا توجد أموال كافية لتعويض ذلك. بالطبع بما أنه يجب السماح لهم بالمغادرة فليكن ذلك بأكبر قدر ممكن من المال. هذه ليست المرة الأولى التي لا يكشف فيها ريال مدريد عن جميع التفاصيل حول أسعار اللاعبين الذين تم شرائهم. فقد علمنا في السنوات الأخيرة أن انتقالات غاريث بيل وإيدن هازارد كانت أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه في البداية. المرة بعد المرة يثبت مارسيلو أنه لا يزال لديه ما يكفي. سجل البرازيلي البالغ من العمر 36 عاما هدفا جميلا تماما من داخل منطقة الجزاء، مساهما في فوز فريقه فلومينينسي على أليونز ليما 3-2 في كوبا ليبرتادوريس يوم الخميس. احتفل الأيقونة السابقة لريال مدريد بتسجيله الهدف عن طريق تقليد لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام بفتح ذراعيه عريضا. تأثير جود بيلينغهام في سن 20 فقط شيء مذهل. في ملخص تصريحات أنطونيو روديغر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا: يشعر روديغر بالسعادة والتركيز قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، يدرك أهمية ريال مدريد في هذه البطولة ويسعى للفوز بلقبه الأول مع الفريق. يؤكد على دور كروس كقدوة له داخل وخارج الملعب. لا يخاف روديغر من الضغوط ويرى أن ريال مدريد يستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا. يشعر روديغر بمسؤولية كبيرة لارتداء قميص ريال مدريد، كما يعرب عن إيمانه القوي بالله وعدم خوفه من أي إنسان. يثني روديغر على هدوء زملائه في الفريق وخبرتهم في المباريات الكبرى. لا يرى روديغر أن ريال مدريد يعتمد على الحظ بل على العمل الجاد والإصرار. يؤكد روديغر على أهمية هذا النهائي بالنسبة له كونه نهائي موسم مميز. حدد كيليان نجم باريس سان جيرمان الدوري الرائع الذي يود اللعب فيه بعد فترته في ريال مدريد. من المتوقع على نطاق واسع أن ينضم مبابي الذي يعد أفضل مهاجم في عالم كرة القدم إلى عمالقة إسبانيا هذا الصيف عندما ينتهي عقده الحالي مع باريس في 30 يونيو. أمضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مسيرته الكروية بأكملها في الدوري الفرنسي حتى الآن وقبل اتخاذه قراره بشأن ريال مدريد. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان مبابي سيلعب على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تراجعت هذه الاحتمالات إلى حد ما بعد تعليقاته الأخيرة. كشف مبابي عن رغبته في اللعب في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى حتى يتمكن من اللعب مع ميلان. وقال مبابي لقناة سكاي سبورتس في حفل توزيع جوائز كلوب سوكر الأوروبية: كرة القدم الإيطالية لا تعرف ماذا سيحدث. عندما كنت طفلا كنت من مشجعين ميلان وقلت دائما أنني سألعب لهم يوما ما. أتابع دائما الدوري الإيطالي وكل مباراة لميلان لأن عائلتي وأنا دائما من المعجبين. الدوري الإيطالي بطولة رائعة وفي العام المقبل سيكون لديهم أيضا فرق أكثر من أي فريق آخر في دوري أبطال أوروبا. ربما سأواجه بعضهم وأذهب إلى هناك.
وترددت أنباء قوية عن استبعاد المعلق التونسي عصام الشوالي من قبل إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية للتعليق على مباراة ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا. وستقام المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وبروسيا في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن. انتشرت الأخبار القوية حول اختيار حفيد الدراجي وخليل البلوشي للتعليق على نهائي دوري الأبطال وعدم اختيار الشوالي للمباراة. مع انتشار هذه الأخبار بدأ بعض المتابعين في تحليل الأمر مربطينه بالأسباب التي قد تكون وراء استبعاد الشوالي. وقام البعض بربط هذه الأنباء بالأزمة التي نشبت بعد تعليق الشوالي على مباراة الإياب بين الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال إفريقيا في استاد القاهرة. وجاء تعليق الشوالي بعد سقوط أحد لاعبي الترجي في منطقة الجزاء بعد التحام مع لاعب الأهلي قبل نهاية اللقاء بدقائق، حيث فاز الفريق المصري 1-0 وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا. ولم تعلن قنوات بي إن سبورتس أي عقوبات رسمية ضد عصام الشوالي، ولكن يشير البعض إلى إمكانية أن يكون استبعاده من التعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا عقوبة سرية.